هنتكلم النهاردة عن 14 مشكلة صحية ممكن تكون بتقلل تركيزك، وكل نقطة فيهم هنعرف أسبابها وطريقة علاجها عشان تطلع بعد الفيديو ده وانت عندك القدرة انك ترفع تركيزك وانتباهك وقدرتك على التحصيل والإنتاجية لأعلى حد ممكن. يلا بينا نبدأ. هل نقص الحديد بيأثر على تركيزك؟ تعالوا نشوف. الهيموجلوبين بينقل الأكسجين للمخ، فلو عندك أنيميا أو نقص في الحديد خلايا المخ مش هتتنفس صح، فتركيزك هيقل وهتحس إنك سرحان على طول. طيب مين الأكتر عرضة لنقص الحديد؟ البنات، الناس اللي بياكلوا أكل نباتي بدون مكملات غذائية، واللي عندهم نزيف مزمن أو مشاكل في الهضم. طيب والحل إيه؟ اعمل تحليل CBC، فيرتين، ولو منخفض ابدأ بمكملات الحديد تحت إشراف الطبيب، وخد معاها فيتامين سي عشان يحسن من امتصاصها، ودخل مصادر حديد طبيعية في الأكل زي اللحوم الحمراء، الكبدة، البقوليات زي العدس والفول والحمص، والخضروات الورقية زي السبانخ والبروكلي، والمأكولات البحرية والشوكولاتة الداكنة، وبعض الفواكه زي البرقوق، الرمان، الزيتون. كمان الحديد موجود في الحبوب الكاملة. وراجع سبب النقص، هل المشكلة في نظامك الغذائي ولا في أسباب تانية؟ ايه العلاقة بين نقص فيتامين بي 12 والنسيان والتشويش الذهني؟ فيتامين بي 12 بيلعب دور أساسي في سلامة الأعصاب، فلما ينقص ده بيسبب بطء في الإشارات العصبية، فالتركيز والذاكرة بيتأثروا، وبتحس بأعراض زي نسيان مواقف بسيطة، تنميل في الأطراف، إحساس بتشويش ذهني أو برين فوج. طب والحل إيه؟ اعمل تحليل فيتامين بي 12، ولو منخفض ابدأ كورس علاج، غالبا بيبقى بالحقن في البداية تحت إشراف الطبيب، وغير نظامك الغذائي وخلي أكلك غني بفيتامين بي 12، وأهم مصادره الطبيعية الكبد والكلى، خصوصا كبد البقر والضاني، اللحوم سواء لحم البقر أو لحم الدواجن، والمأكولات البحرية زي الأسماك والسلمون والتونة، والبيض ومنتجات الألبان. مقاومة الأنسولين ممكن تدمر تركيزك. لما الجسم يبقى مقاوم للأنسولين، الجلوكوز اللي هو مصدر الطاقة ما بيوصلش بسهولة لخلايا المخ، فالمخ بيشتغل أقل، والنتيجة ضعف تركيز، إرهاق عقلي، مزاج متقلب بدون سبب واضح. طب والحل إيه؟ اعمل تحليل سكر تراكمي، أنسولين صايم، ومقاومة أنسولين، ولو في مشاكل ابدأ بنظام غذائي قليل النشويات، وتمشى نص ساعة يوميا بانتظام. نومك بيأثر على تركيزك أكتر من أي حاجة تانية. لو بتنام أقل من 6 ساعات ده كفيل يضعف قشرة الفص الجبهي للمخ اللي مسؤول عن الانتباه واتخاذ القرار. ولو مخك مش بياخد كفايته من مراحل النوم العميق اللي بتتثبت فيها المعلومات، حتى لو نمت عدد ساعات كافي، لو نومك مش عميق هتفضل تسرح وتنسى وتتلخبط. والحل كالآتي: نام 7 ساعات على الأقل في ظلام كامل وقت الليل، اقفل الموبايل ساعة قبل النوم، وحافظ على مواعيد ثابتة في نومك حتى في الويك اند، واهتم بجودة النوم مش بس عدد الساعات. هل بتاكل سكريات كتير؟ ممكن يكون ده سبب ضعف تركيزك، لأن السكر بيعلي الجلوكوز في الدم بسرعة وبعدين بينزل مرة واحدة، وده بيخلي مخك يشتغل بطريقة متذبذبة، والنتيجة تشويش ذهني، دوخة خفيفة، وعصبية بدون سبب. طب والحل إيه؟ قلل السكريات البسيطة زي الكيك والعصير والمشروبات الغازية، وركز على وجبات فيها بروتين وألياف، وكل وجبات متوازنة تمنع نزول السكر باقي اليوم. نقص المغنيسيوم بيأثر على تركيزك جدا. المغنيسيوم ضروري لنقل الإشارات العصبية، ونقصه بيقلل كفاءة المخ، والأعراض بتظهر في صورة توتر وتقلب في المزاج وصعوبة في التركيز خصوصا تحت الضغط. طب والحل إيه؟ تحليل مغنيسيوم سيرم، ولو ناقص خده من الورقيات الخضراء زي السبانخ والمكسرات، ومن الشوكولاتة الداكنة، ولو نقص شديد ممكن تحتاج مكمل المغنيسيوم. الخمول الجسدي بيساوي خمول ذهني وضعف في التركيز. الجلوس لفترات طويلة بيقلل ضخ الدم للمخ، فنصيحة طبية: قوم اتمشى كل ساعة حتى لو لمدة دقيقة واحدة، واعمل تمارين استرتش أو تمديد بسيط، وامشي لمدة 5 دقايق بعد كل وجبة. الدورة الدموية السليمة بتساوي تركيز أحسن بكتير. خد بقى المفاجأة دي:
القهوة مش دايما بتحسن تركيزك. أيوة الكافيين بيحفز الجهاز العصبي، ولكن المشكلة إن مفعوله وقتي وبعدها بيحصل كراش أو نزول سريع في التركيز، ولو بتزود منها هتعمل لك قلق وتوتر وصداع، ولو بتاخدها بعد الظهر هتبوظ نومك وبالتالي تركيزك هيبوظ أكتر. طيب إزاي أستخدم الكافيين صح؟ يبقى بحد أقصى كوبايتين في اليوم قبل الساعة 2 الظهر، ولو حسيت بتوتر أو رعشة في الأطراف أو في جفن العين بالذات وقفها لمدة أسبوع وهتشوف الفرق. الوجبات الخفيفة بتساوي تركيز أكتر، إنما الوجبات التقيلة بتخلي الدم يروح للهضم مش للمخ، وده بيخليك حاسس بالخمول والسرحان بعد الأكل. طب إيه أفضل وجبة للتركيز؟ وجبة يبقى فيها مصدر بروتين زي البيض والتونة والجبنة، ومصدر ألياف زي الخضار، ودهون صحية زي زيت الزيتون والمكسرات. وابعد عن العيش والمكرونة بالذات في ساعات العمل أو لو عايز تركز كويس. لو مش بتمارس رياضة تركيزك هيقل حتى لو بتشرب قهوة طول اليوم. الرياضة مش بس للجسم، ده كمان بتساعد على إفراز مواد كيميائية بتحفز التركيز زي الأبرينيورين، الدوبامين والإندورفينز. امشي من 20 ل 30 دقيقة في اليوم حتى لو متقسمة على مدار اليوم، ويفضل تبقى بعد الفطار أو بعد الظهر. هتلاحظ فرق حقيقي في تركيزك بعد أسبوع بس. لو عندك برين فوج أو تشتت ذهني مستمر وعدم تركيز، احتمال يبقى السبب في الغدة الدرقية. الغدة الدرقية لو خاملة كل حاجة في الجسم بتبقى هادية بما فيها المخ، وأعراضها خمول، ضعف تركيز، نسيان، اكتئاب بسيط. والحل في تحليل لوظائف الغدة الدرقية، ولو فيها خمول فعلا العلاج بيخلي المخ يصحى خلال أسبوعين بس. تعال أقولك على سبب لضعف التركيز والانتباه محدش هيقولهولك غيري: الجفاف. المخ بيتكون من 70% مية، حتى الجفاف البسيط بيقلل التركيز والانتباه. والجفاف مش بس نقص في المية، ده ممكن يكون نقص في الأملاح اللي بتمسك المية جوه الجسم وتحافظ على مستواها. وأعراض الجفاف: دوخة خفيفة، زغللة، نسيان، إرهاق بدون سبب. طب تعمل إيه لو عندك المشكلة دي؟ اشرب على الأقل 2 لتر مية في اليوم، وزود الكمية أو استخدم محلول جفاف لو في حر أو مجهود زيادة، وتابع لون البول كمؤشر للجفاف. ايه علاقة الدهون بضعف التركيز والانتباه؟ المخ بيتغذى على الدهون وتحديدا الأوميجا 3، وده لأن الأوميجا 3 بتحسن الاتصال بين الخلايا العصبية، ونقصها مرتبط بمشاكل في الذاكرة والانتباه والقدرة على التحصيل. طيب نجيبها منين؟ أكلة سمك مرتين أسبوعيا، أو مكمل يبقى فيه نسبة كويسة من ال EPA وال DHA، وتقليل الزيوت المهدرجة اللي بتضر المخ. التركيز الكويس مش مهارة بنتولد بيها. لو دايما بتقول مش قادر أركز ما تلومش نفسك، التركيز مش قوة إرادة، ده ليه علاقة بالنوم الكفاية، الأكل الصحي، الفيتامينات السليمة، الهرمونات المتزنة، والمخ الخالي من الالتهاب. ابدأ بمجموعة تحاليل بسيطة لو عايز تعرف سبب ضعف التركيز عندك: CBC، B12، د، فيرتين، TSH، وغالبا هتلاقي السبب. وفي النهاية لو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب، ولو عايز تستفيد أكتر يبقى أكيد الفيديو ده هيفيدك.